تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. السلام الله. من أسوأ الحاجات اللي ممكن تعملها على الإطلاق في بداية يومك هو إن أنت تسمع أغاني بشكل ملحوظ أو غير ملحوظ بيأثر على نفسيتك بشكل كبير، بالذات لو أنت بتسمع أغاني رومانتك أو حزينة أو أي نوع من الأغاني. حتى لو بتسمع أغاني حماسية مثلا وأنت في الجيم والحاجات دي كلها، الحوار بيدخل لدماغك عن طريق ان انت عملت حاجة، فبتبدأ تعيش القصة وبتبدأ تتخيل. لو انت بتسمع اغنية مثلا عن الفراق، تبدأ تفتكر حاجات غريبة او حاجات من اوقات طويلة جدا وتبدأ تتقمص الدور ده. او انت بتسمع الاغاني والمهرجانات والكلام ده كله على ان انت اجمد شخص في العالم وليك اخصام والحاجات دي كلها، تبدأ برضو تتقمص الدور على ان انت احسن شخص في العالم وانت مش احسن شخص في العالم. فبتبدأ تأكت وكأنك عملت كل الحاجات اللي مفروض تتعمل ومش فاضل حاجة ما تعملهاش. فده بشكل ما بيضعف من نفسيتك وبيضعف من همتك. بالإضافة لده، كل مرة بيكون في مقارنة ما بين حاجة ذات قيمة، وليكن مثلا سماع القرآن أو سماع بودكاست أو سماع درس أو خطبة أو أي حاجة، وما بين الأغاني. أعتقد إن كتير مننا، وأنا واحد من الناس اللي بتعمل كده، بيميلوا للأغاني، بيشغلوا الأغاني بشكل تلقائي. الفكرة عشان تخرج من ده لازم تزاحم الأغاني بالقرآن، لازم تزاحم الأغاني بالبودكاست والدروس النافعة. طيب، لسه راجع من الجامعة حالا، لسه داخل البيت، اتغديت الحمد لله. كنت نسيت البوكس بتاعي اللي هو ده لان ما كنتش مركز، كانت دماغي مشغوله. بس خير، ما صليتش الظهر لان انا اتحركت ساعه اذان الظهر تقريبا. فاول حاجه اعملها دلوقتي ان انا اصلي الظهر، اوضب اوضتي. الدنيا بايظه خالص. انا حتى شفت في كومنت من حد بيقول ان هو عايز يرتب اوضتي. دي حاجه كنت عايز اقولها النهارده، ان انت ساعه لما تبدا لازم ترتب كل حاجه حواليك. قلنا ان انت محتاج ان انت ترتب افكارك وبعدين ترتب الدنيا حواليك. فانت اول حاجه محتاج ترتبها هو سريرك ساعه لما تصحى من النوم واوضتك. انا ما عملتش ده الصبح لان انا ما نمتش وقت كافي. سهرت امبارح، ما نمتش غير 4 ساعات تقريبا. حوار فعلا ان انت ترتب غرفتك بيأثر عليك بشكل كبير، بيأثر على انتاجيتك. قد تكون حاجة بسيطة جدا انت ممكن ما تكونش واخد بالك ان هي ممكن تعمل النتائج الفظيعة دي، بس هي بتعمل ده فعلا. طيب، هنصلي الظهر، ناخد شاور بحيث ان احنا فرفشنا شوية، ونرجع نتشيك التاسكات اللي اتفقنا عليها امبارح. الحمد لله صليت، خدت شاور، حسيت ان انا فقت شويه. النهارده ما نمتش غير 4 ساعات بس حاسس ان انا مركز، يعني حاسس ان انا مش فاصل الحمد لله. طيب، اظن ان انا مش محتاج اوضح اكتر من كده ان الدنيا هنا مدربكه، لان الاوضه فيها حاجات كتير، كتب، ورق، حاجات اضاءه، السوفت بوكسز بتاعه الاضاءه، وكمبيوتر، واللاب، الديسك بتاعي، الادوات دي لوحدها حوار، لان انا بخلي كل مجموعه ادوات لوحدهم، والادوات الانفكتد لوحدها، والادوات اللي متعقمه لوحدها، والماتيريال لوحدها، وحاجات كتير قوي سعادتك كده مش هيفهمها غير طالب الاسنان الحزين. فمحتاج ان انا ادخل الحرب دي، اخلص على الاوضه دي، وبعدين نيجي نتشيك التاسكات على رواق. اخويا عمل لي كوبايه ليمون في وقتها. العصر بيأذن، عايز ان شاء الله انزل اصلي في المسجد. الفترة اللي فاتت الحمد لله الى حد ما كان الواحد منتظم في صلاة الجماعة بعد الفجر، فعايزين نحاول نلتزم بقدر الامكان بده. على ما يقيموا الصلاة ان شاء الله اكون روقت الأوضة وانزل اصلي. اوكي كده تقريبا مش فاضل لي غير السرير والمكتب، يعني ما فيهوش دوشه كتير، تقريبا مترتب. صلينا العصر في جماعه الحمد لله. البتاعه دي معرفش اسمها ايه، ادابتور ولا اسمها ايه، بتاعه الشاحن مكسوره، فانا محتاج انزل اجيب واحده بدلها. بس خلي ده بقى في صلاه المغرب ان شاء الله.
خلاص ما بقتش محتاج البطانية دي، خلاص احنا في الصيف فهتتغسل وتطبق. الزبالة ناخدها معانا واحنا نازلين نصلي المغرب، ألطف بكتير. حاسس الدنيا بقت أحسن، حاسس كمان إن انتوا حاسين إن الدنيا بقت أحسن. طيب بسم الله، الآن حان وقت المتابعة أو الحساب. الديلي بلانر أو النوت اللي أنا عاملها دي هعملها أسبوعية، يعني الورقة تبقى أسبوع من السبت للجمعة، وبكتب فيها التاسكات اللي أنا محتاج أعملها. أنا مثلا النهاردة التلات الحمد لله صلينا الفجر، ما صليناهوش في جماعة، خلينا عارفين النقطة دي عشان الهدف أصلا هو إن احنا نصلي الفجر في جماعة. قلنا أذكار الصباح الحمد لله، اتمشينا النهاردة حوالي 8 كيلو غصب عننا حتى مش بمزاجنا، وصورنا لسه ما ذكرناش صفحة التفسير لسه، التمارين لسه، ورد القرآن تمام، الدخار حطيت النهاردة 50 جنيه والحمد لله ربنا وفقني وقدرت اعمل معروف النهارده. يبقى فاضل عندنا المذاكره وصفحه التفسير والتمارين. خلي التمارين لحد اخر اليوم عشان ما نفرهطش، احنا بقالنا كتير قوي ما بنتمرنش. كنت عايز ازود اذكار المساء والفيتامينز عشان بس ندي جسمنا احتياجه من الفيتامينات، لان الدنيا كانت بايظه خالص صحيا، فاحنا عايزين التمارين مع الاكل مع شويه فيتامينات تبدا تظبط الدنيا صحيا. خلينا دلوقتي نبدا باذكار المساء، وبعد كده صفحه التفسير، وبعد كده مذاكرة ان شاء الله. الاوقات اللي انا ما بحبش اشيل فيها السمارت فون او بحاول ابعد عن السوشيال ميديا، بخلي معايا الورقه دي بتاعت الاذكار، يعني خفيفه، بحطها في اي حاجه، بحطها في المحفظه، في جيبي، في الشنطه، فممكن تقدر تعمل كده. هتلاقيها بتتوزع وهتلاقيها بنص جنيه ولا جنيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب انا حاسس ان انا فيصت شويه دلوقتي، يمكن بسبب ان انا ما نمتش غير 4 ساعات النهارده. بفكر اخد ناب كده ساعه ولا حاجه، اقرا صفحه التفسير الاول وبعد كده انام، لان لسه في مذاكره وتمرين ومونتاج كمان لليوم بتاع النهارده ان شاء الله. خدت ساعتين ناب كده، حاسس ان هما فوقوني شويه. انا كده تقريبا نمت النهارده حوالي 6 ساعات. قرات صفحه التفسير، طبعا لسه ما صليتش المغرب، فاتتني صلاه الجماعه، فاصلي المغرب دلوقتي اول حاجه. يعني فاضل حوالي نص ساعه العشاء، فاصلي المغرب واجهز حاجتي عشان عايز اذاكر. بس بصراحه بقى لي فتره مش طايق المذاكره في البيت، حاول ان انا انزل اذاكر بره في اي مكان. عموما انا من عشاق الكووركينج سبيسز، والفكرة دي جات لي من أيام ثانوية عامة تقريبا، تانية ثانوي، لأن واحد صاحبي كان فاتح ورك سبيس وعرفني عليه، وبصراحة حبيت الفكرة جدا. فكنت بغير الجو بتاع خانقة المذاكرة وضغط الامتحانات بإن أنا أنزل أذاكر في ورك سبيسز. بس بصراحة دلوقتي الأسعار غالية جدا، بس مش دي المشكلة الأكبر. المشكلة الأكبر هو إن أنا بقيت بلاقي اختلاط وتجاوزات في الأماكن دي بشكل كبير جدا، وأنا كشاب مسلم بيفكر بشكل ما إن هو يحافظ على نفسه وإن هو يغض بصره قدر الامكان، لان انا رايح المكان ده بهدف المذاكره، مش بهدف ان انا اتعرف على حد ولا ان انا اسمع دوشه ولا ان انا اشوف تجاوزات ممكن تاذيني نفسيا. عموما هجهز حاجتي، هحاول ان انا الاقي مكان اقعد اذاكر فيه حتى لو لساعتين بس، كجزء من الخطه اللي احنا حطيناها ان احنا نعمل اي تجديد، وكخطوه تثبت الصدق فعلا في ان انا عايز اعمل حاجه. طب الحمد لله صلينا المغرب. دلوقتي العب لي شويه ضغط، احاول ان انا اوصل ل 30 عده، لان بقالي كتير قوي ما بلعبش. بعد كده اصلي سنه المغرب وانزل اجيب الحاجات اللي لازماني من بره، واشوف مكان اذاكر فيه بالمره. بسم الله. 1 2 21 25 26
32 33 34. ساعات بتبرن اوت، تحتاج ان انت تغير جو. حتى في المذاكره رصتك للمكتب محتاج تغيرها، المكان اللي انت بتذاكر فيه، الجو اللي انت بتذاكر فيه، حاجات كتير على فكره. صحابي علاقتي معاهم مش احسن حاجه، فانا محتاج ان انا اكلمهم، اطمن عليهم، اصلح العلاقه لحد ما معاهم. بلبس بس حاجه تقيله عشان البرد، لان الجو اليومين دول بيبرد. تمام. ضيعت الاقلام، فانا سرقت الاقلام بتاعت محمد اخويا اللي هو سرقها مني اصلا. يلا بينا ننزل نصلي ونشوف نعمل ايه. كان في نقطة عايز اتكلم فيها، وان انا حاسس النهارده ان انا متحمس، او الحماس رجع لي، رغم ان انا امبارح ما كنتش متحمس ان انا ابدا اصلا. بس كل اللي انا عايز اقوله ان بمجرد ما تبدا تعمل حاجة حتى لو كانت بسيطة، الحماس بيرجع لك، الشغف بيرجع لك، ثقتك بنفسك وحبك لنفسك. الاهم من ده ان ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طالما انت اتحركت، فقت، قمت من على سريرك، خدت اي خطوه تقربك من ربنا سبحانه وتعالى، او اي خطوه فعليه في نجاحك، ثق تماما ان ربنا هيقف جنبك. بس خد بالك ان اول خطوه في النجاح ان انت تتوب توبه خالصه لربنا سبحانه وتعالى، تقعد مع نفسك تشوف الحاجات الغلط اللي انت بتعملها وتقرر ان انت تبطلها. خليك فاكر ان الحسنات يذهبن السيئات. نفس الفكره بتاعت الماء الكدر. مش هاخد موبايلي معايا ايربلين، لان انا عايز حتى في وقت البريك اقعد اشم شويه هوا. عايز ابعد عن السوشيال ميديا الفتره اللي جايه. دلوقتي حاسس ان الحوار مش الطف حاجه، سواء في انستجرام او تيك توك. الحاجه الوحيده اللي حاسس ان هي لسه محتفظه لحد ما قيمتها هي اليوتيوب. عشان كده هي دي الحاجه الوحيده اللي انا ببلش عليها. طيب رجعنا نصور في الشارع تاني. الحمد لله لحقنا العشاء في جماعه. كان في مكان زي كافيه كده بس محترم شويه، ما فيهوش شيش، ما فيهوش الحاجات دي، جنب المسجد، بس لقيته كله زحمه، ولقيت فيه الحاجات اللي انا كنت بحاول اتجنبها. والحمد لله ان انا لقيته زحمه، فنزلت بحاول ادور كده على مكان. والحمد لله هنشوف لما انت بتحاول ان انت تدور او تدعبس بتلاقي ربنا بيبعت لك كده ناس. يعني لقيت واحد صاحبي محترم جدا ما قابلتوش من زمان، بقول له ان انا نازل اذاكر وبتاع. قال لي ان هو كان في كووركينج سبيس، ان هو بيدي كورسات وكده، فكان بيشرح لناس. قال لي على المكان وقال لي ان هو فاضي كمان وبتاع، حتى قال لي الساعه ب 10 جنيه حاجه زي كده. ف I think that's the best choice. الحمد لله ذاكرت حوالي ساعتين، تعرفت على شاب كويس جدا شغال هناك في السبيس ده. حتى لقيت عندهم ممبرشيبس كويسه مسائيه بس، وده اللي انا كنت بدور عليه اصلا. سبحان الله. بحاول ان انا فلوج عادي واتجنب اي حاجه بتحصل حواليا، او اعيش في العالم الخاص بتاعي مع الكاميرا بتاعتي وكأن ما فيش اي حاجه حواليا خالص. لقيت شاب بيشتغل وبيدرس، بيتعلم برمجه، حتى قال لي على كورس في ال 3D printing كنت عايز اتعلمه من زمان. كان يوم لطيف لما بلاقي حد دماغه زي دماغي بصدقه. دلوقتي هروح اتعشى وامنتج الفيديو. النهارده يعتبر ما تقلتش في الاكل جامد. فطرت عصير مانجا وبسكوت وبتاع حاجه كده، يعني مش احسن فطار يعني، بس بحاول اجيت هيلثي كده مع الوقت لحد ما اوصل ان انا اقطع السكر تماما، لان انا كنت وصلت لده قبل كده وكنت مبسوط. شكلي الفتره الجايه هعمل ممبرشيب في المكان بحيث ان انا اشجع نفسي على المذاكره وما يكونش في اي مشتت في البيت. الساعة دلوقتي 1. المفروض كنت همنتج بس مش عايز اتعرض لضوء، وغالبا لو قعدت منتجت هقعد ساعتين مثلا امنتج. فاللي انا اعمله كالتالي ان انا اخد اللاب معايا بكره الجامعه. انا كمان عايز استغل حوار الباص، لان انا بكون قرات الورد وقرات الاذكار كمان، بس بيبقى فيه فاضل وقت كمان او حتى وانا راجع. بس للاسف اللاب بتاعي البطاريه بتاعته بايظه، فانا محتاج اجيب بطاريه. طيب خلينا نراجع الحاجات اللي المفروض نعملها. صلينا الفجر، قرأنا الأذكار، مشينا، صورنا، ذاكرنا الحمد لله، قرأنا صفحة التفسير، عملت 30 ضغط بس ما عملتش بطن، هعملهم دلوقتي. قرأت الورد، ادخرت، عملت معروف، أذكار المساء، فيتامينز لسه ما خدتش الفيتامينز. طيب خلونا نعمل حوالي 40 بطن. والفيتامينز الأحسن إن أنت تاخدها الصبح على حد علمي يعني، بس أنا عايز أقفل كل التاسكات عشان أحس إن أنا فرحان كده ومبسوط. 39
40. لسه في باور اكتر من كده، بس الواحد عايز يسخن وعايز يهتم بمبدأ ان القليل الدائم خير من الكثير المتقطع. مش عايز اجهد نفسي واجيب اخري وانزل اكسر نفسي في الجيم واذاكر بالعشر ساعات زي زمان والكلام ده كله، على قد ما انا عايز استمر في الحاجات. كان في ماء على الارض، اتزحلقت، اتخربشت. اوميجا، فيتامين سي، زنك وذ كفر. شربت كمية مية كويسة لحد ما النهاردة. نكمل عشانة قريب. انا بحس ان هو بيهدي الدنيا، بيهدي معدتي وبيساعدني على النوم. عندي بكرة امتحان، ذاكرت تقريبا نص الحاجة اللي انا محتاج اذاكرها. بكرة اول ما اوصل هيبقى عندي ساعة احاول اذاكر فيها الباقي. بس كده تقريبا كل حاجة مترتبة. هنطفي النور وننام. الساعة دلوقتي 1:10 تقريبا. مش عارف هيجيلي نوم ولا لا، لان انا بقالي فترة نومي متقلب. كمان لما بنام بالنهار او باخد ناب نومي بالليل ما بيبقاش مظبوط. بس هحاول انام، احاول اعود نفسي على النوم في ميعاد معين.